يعضها ويوقع المسدس من ايده وينهش في مكرم ويقطعه انتقاما لكل افراد عيلته. لطيفة من المشهد وهي شايفة صخر بيقطع في مكرم اغمى عليها هي كمان. واثناء ما المعركة كانت دايرة، سامر لاحظ من بعيد، شاف سعيد وقال ان دي الفرصة الوحيدة اللي اقضي على سعيد وانتقم منه تماما بعد كل اللي حصل ده، وانه بوظ لي كل شيء. واثناء ما سامر متجه ناحية سعيد وخلاص بيحضر انه يضربه ضربة يقضي عليه بيها تماما، في اللحظة دي يوسف حس بان سامر او الشيطان الاكبر اللي شكله مخيف جدا ده وهو رايح ناحية ابوه هيعمل حاجة غريبة، هيعمل حاجة ما كانش مرتاح، واضطر ان هو لازم يتصرف وفورا اتحرك وجري. يقوم سامر موجه ضربة قوية جدا ناحية سعيد، ويجري يوسف بأقصى سرعته ويطير يحمي أبوه سعيد من الضربة اللي جاية ناحيته، وياخدها يوسف في جسمه، وتيجي الضربة في يوسف وما تجيش في والده. يوسف اتأثر جدا وحس بألم شديد، ولكن ولا نزف ولا تعور ولا اتخدش خدش واحد، لأن الضربة جاية من عالم غيبون لواحد من عالم البشر. وساعتها كل شيء توقف، لأن حصل حدث عظيم. الشيطان الأكبر قام بإيذاء مباشر لواحد من أهل البشر، وده ممنوع على أي كائن إنه يعمله مهما كانت قوته ومهما كان هدفه. ممنوع إنه يأذي أي حد من أهل البشر، وبسبب ده بتتدخل قوة أعظم من كل العوالم الموجودة إنها تتدخل في موقف زي ده عشان تعدل الأمور وعشان تسيطر على كل حاجة بتحصل، علشان مخالفة القوانين الكونية دي. القوة اللي اتدخلت كانت أكبر منهم جميعا. سامر بدأ يصرخ ويصوت عشان عارف الجريمة اللي عملها، ولكن بدأت نار تحاوط كل أتباعه وتطردهم وتقضي عليهم واحد ورا التاني، وهو كمان بدأت سلاسل تسلسل جسمه وتكتفه علشان خاطر الجريمة اللي عملها. وحتى كمان النار والسلاسل دي بدأت تطارد كمان ليليان ومكرم، وده أكد لسعيد وظهر له بأن مكرم وليليان روحهم اندمجت مع عالم غلس بشكل تام، وان هم اصبحوا مدمجين مع ارواح اهل غلس. ويطير سعيد ناحيه يوسف ابنه عشان يطمن عليه ويطمن ايه اللي حصل ويشوف جراله ايه، وكذلك راح وراه صخر وعبسي فيقول له عبسي ان سامر ارتكب جريمه عظيمه، جريمه كبيره جدا، جريمه كبيره في نظام العوالم، وان هو تعدى على واحد من اهل البشر. وهنا تدخلت القوة الأعظم للعوالم دي كلها، قوة كونية كبيرة جدا تدخلت، ودلوقتي كلهم موجودين في السجن الكوني، وده من أصعب وأشد السجون اللي موجودة في العوالم كلها. عشان سعيد يبكي على يوسف ابنه اللي اعتقد انه مات، عشان يظهر فجأة كريم البركة ومعاه شخص بيدعي انه اسمه الأستاذ عبد العظيم المحامي، ويقول لهم كريم ان هم يطمنوا، لان الاستاذ عبد العظيم المحامي هو شكله بشري ولكن هو شخص مدمج مع روح من اهل الأروى. مهمته انه يتاكد ان العقود والاوراق سليمه، وان يتم نقل الملكيه من حارس لحارس بخصوص الارض والبوابه. ويروح كريم لسعيد ويقول له ما تقلقش يا سعيد، واطمن على يوسف ابنك، يوسف ابنك عمل تضحيه عظيمه، يوسف ضحى بنفسه علشانك، والجريمه اللي ارتكبها الشيطان الاكبر دي جريمه حصلت لحكمه، ودلوقتي لازم تعرف اللي كنت مخبيه عنك. الارض اللي حصل بسببها كل المشاكل دي هي بوابه العوالم كلها، جميع العوالم بتاعتنا. وابويا شافع الله يرحمه كان حارس الارض، كان عايش انسان بسيط وغفير على الارض دي في هيئته البشريه، ولكن كان مكلف انه روح من ارواح عالم الأروى انه يحمي الارض دي ويحافظ عليها، وكان في صراع وحرب مستمره مع عالم غلس، ومحدش من اهل البشر كان يعرف ولا كان شايف ده، وكان بيقوم بمهمته على اكمل وجه، وكان على امل انه يلاقي شخص او حارس تاني يقدر يديله مفتاح البوابه وينقله الملكيه عشان يقدر يكمل الرساله من بعده. ولان ابويا كان واحد من اهل الأروى وكان بيحمي الارض دي، شاف فيك يا عم سعيد اللي ما شافوش في اشخاص كتير، شاف فيك اخلاق وشاف فيك صفات كتيره جدا من افضل وانقى صفات البشر. كان دايما يشوف حرس ماشيين حواليك يا عم سعيد بيحرسوك، الحرس دول من اهل الأروى وما بينزلوش كده يمشوا مع بشري الا اذا كان شخص غير عادي، شخص فيه صفات حميده كتيره جدا، وانت كنت الشخص ده يا عم سعيد. وبسبب ده ائتمنك على الارض وائتمنك عليا، وانت حافظت على السر لسنين. عاوز اقول لك ان يوسف ابنك ان شاء الله بخير وما جرلوش اي حاجه، كل حكايه بس انه تعرض لصدمه من عالم تاني وشويه وهتلاقيه فاق. عاوز اقول لك ان ابنك يوسف اندمجت معاه عشان يبص له عبد العظيم المحامي فيسكت كريم وما يكملش، عشان عبد العظيم المحامي يبص له ويبص لكريم ويبلغه انه ما ينفعش ان احنا نفصح عن اسرار العوالم. ويكمل كريم ويقول لسعيد اعتقد ان اللي حصل ده سعيد هو سبب رئيسي انك تسلم المفتاح والبوابة لابنك يوسف، وانه يكمل مسيرة من بعدك، وانه يقوم بالحفاظ على الامانة والسرية للعوالم دي كلها،
وبعد اللي شافه هو وعيلتك ما ينفعش ان هم يتكلموا ولا يجيبوا سيرة اي حاجة من دي، عشان يفضل محافظ على نفسه ومحافظ على البوابة ويبعد عن الحرب اللي هتقوم والحرب اللي هتفضل دايره بسبب الموضوع ده وبسبب البوابه دي. يظهر عبسي وصخر ويقوم عبسي باعطاء القلم ليوسف ويبلغه انه يحافظ على القلم ده ويحافظ على البوابه ويحمي السر والامانه وما يفشيش الاسرار اللي شافها والعالم اللي اتفتح قدامه في المعركه اللي كانت موجوده. وعبسي وكريم بلغوه ان المسؤوليه كبيره قوي على يوسف غير ما كان مع والده، لان والده ما كانش يعرف اي شيء عن التفاصيل دي، لكن يوسف دلوقتي انت عارف كل شيء، ولذلك الحرب هتكون اشد واشرس عليك. ويتدخل عبد العظيم المحامي وخرج الاوراق الملكيه اللي معاه وانه مجهز كل حاجه، وانه فرز ملكيه الزوجه لطيفه وياسمين اخته، فرز ملكيتهم لوحدهم برصيد في حساب بنكي، وخلى الارض ملكيه خالصه ليوسف عشان يؤدي الامانه ويحافظ عليها زي ما كان بيعمل والده بالظبط. يحاول يوسف انه يحضن ابوه لكن مش عارف بسبب الهيئه اللي والده عليها، ولكن العيون كانت بتقول كل شيء، عشان دي تكون اللحظه الاخيره بين سعيد ويوسف ابنه ان هم يودعوا بعض. وقام عبسي وصخر ان هم يفوقوا ياسمين ولطيفه عشان يحضروا اللحظه دي ويودعوا سعيد الوداع الاخير. سعيد اول حاجه كان بيقول لهم انه كان بيتمنى يكون الاب المثالي اللي يفتخروا بيه، وانه كان يتمنى ترجع الايام تاني وما يحرمهمش ولا يبخل عنهم باي شيء، ولكن هم بلغوه ان هم ما كانوش يعرفوا اي حاجه من اللي حصلت، وان قد ايه هو تحمل القسوه وتحمل كلامهم وتحمل اتهامهم ليه بالبخل واتهامهم ليه بانه شخص غير مسؤول. وعبسي يروح رايح على كتف كريم ابنه ويبدا يهزر معاه ويضحك معاه عشان يوضح له، وكريم عرف بان والده روح والده المدمجه مع عبسي موجوده وبتراقبه وشايفاه في كل مكان، وقد ايه كريم كان مبسوط ان والده كان موجود وحس باحساس جميل ويسلم عليه وبقى يودعه هو كمان، عشان عبد العظيم يقول الكلمه الاخيره ويوضح ليوسف ويبلغه انه يحفظ السر ويحمي البوابه ويخلي باله من الصراعات والحروب القادمه، وانه ما يفصحش عن السر ده لاي حد حمايه وحفاظا ليه ولاهله، وانه لو حس بالخطر في اي وقت يقوم بعمل استدعاء لاهل الأروى علشان يساعدوه. فيوسف يساله طب انا ازاي اعمل استدعاء لاهل الأروى؟ وبعد ما عبد العظيم المحامي مشي شويه وبدا يمشوا من المكان، بص لعبسي وبص لكريم وبعدين بص ليوسف وقال له خلي بالك، حافظ على السر وخلي بالك، عالم غلس قريبين جدا منك. فيوسف قلق وبيقول له قريبين مني ازاي؟ اما عبد العظيم المحامي بص لياسمين ولطيفه امه وبعدين بص له وسابه ومشي. وبتنتهي قصة عفريت ضغط عالي. بنشكركم على الاستماع ويا رب تكون القصة عجبتكم، وبنتمنى ان انتوا تقولوا لنا اقتراحاتكم وارائكم في القصة، وان شاء الله نكتب فيه تاني باذن الله الفترة اللي جاية. لو في عندكم افكار او عندكم حاجة نقدر نكتب فيها ان شاء الله نقوم بكتابتها. وشرفتونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.